اهلا بيكم في حلقه جديده على اليوتيوب. كنت تعرف قبل كده ان نزول الوزن بسرعه خطر عليك اكتر من فوائده؟ نزول الوزن بسرعه يبان لك حل سحري ويبان لك حاجه جميله جدا. ممكن تكون قاعد مع اصحابك مثلا او مع عيلتك تبقى فخور، انتوا عارفين ان انا خسيت 20 كيلو في الشهر او 30 كيلو في الشهر، وانت تبقى فرحان جدا ويقعدوا يقولوا لك ازاي عملت كده وادينا الدايت اللي انت كنت ماشي عليه. وبنسمع حاجات زي كده كتير، لكن يوسف نقول لك بقى ان الموضوع ده أخطر بكتير جدًا من لو ما كنتش خسيتهم أصلًا، أنت متخيل؟ عشان كده هاقول لك في الحلقة دي عن 5 أخطار لنزول الوزن بسرعة، سواء للراجل أو للست، والمميز هنا والمميز هنا، فتابع معايا أو تابع معايا الحلقة دي للآخر وأوعدكم هتطلعوا مستفيدين. معاكم جورج رضا في قناة دكتور فيت، ويلا بينا نبدأ الحلقة. لما تنزل نزول سريع في الوزن بتاعك اكتر من المعدل الطبيعي والصحي لنزول الوزن اللي اقول لك عليه كمان شويه، لما تنزل اسرع منه ليه اضرار جانبيه خطيره جدا. وهقول لك في الحلقه دي عن اهم 5 اخطار منهم. اول حاجه من اخطار نزول الوزن السريع انه ممكن يسبب لك جول ستونز او حصوات على المراره. هتقول لي ايه علاقه نزول الوزن والحصوات؟ هقول لك دلوقتي انت عايز تخس بسرعه، فمشيت على دايت قاسي، قللت اكل جامد. طيب في الحاله دي بيحصل حاجتين. اول حاجه جسمك بيحرق دهون كتير في الاول بسرعه، وبتتحول لاحماض دهنيه بتروح على الكبد اكتر من المعدل الطبيعي اللي الكبد يقدر يتحمله. فالكبد هيزود من افراز الكوليسترول، هيروح للاثار الصفراويه، والاثار الصفراويه دي بقى بتتخزن في المراره. تاني حاجه، لما بتبدأ تقلل أكل جامد، المرارة بتقلل من إفراز العصارة بتاعتها اللي كان متخزن فيها من شوية الكوليسترول اللي جاي من الكبد. يبقى زودت إفراز كوليسترول وإفراز المرارة نفسه قل، والكوليسترول هيتراكم في المرارة ويتسبب حصوات المرارة. وده كده بشكل علمي بسيط، أتمنى تكون وضحت. وتاني خطر من مخاطر نزول الوزن السريع إن جسمك مش بيخسر دهون بس، جسمك بيخسر جزء من عضلاتك. لانك لما تقلل اكل او كارب جامد، والكارب ده المصدر الرئيسي للطاقه واسرع مصدر الجسم بياخد منه طاقه، دلوقتي انت قللته له جامد، وفي ناس كمان ممكن تقطعه خالص. طيب جسمك دلوقتي ما لقاش مصدر الطاقه الرئيسي بتاعه، هيعمل ايه؟ هيقوم يحرق من عضلاتك، يحولهم بعد كده لجلوكوز عشان يستفيد منهم في الطاقه. ودي طبعا مشكله كبيره جدا، لان في ناس ممكن تكون عايزه تخس وخلاص، وانا اتعاملت مع ناس كده كانوا عايزين يخسوا وخلاص، قالوا لي مش مهم نخسر عضلات، مع ان العضلات مهمه جدا. هو اصل فاكر العضلات شكل بس، لا، العضلات ليها وظيفه مهمه جدا جدا، فانت تستهونش انك تخسر عضلات. اول حاجه لما تخسر عضلاتك حرقك هيقل وقوتك طبعا هتضعف، غير الشكل اصلا مش هيكون كويس، وجسمك مش هيبقى مشدود، بالعكس ممكن يبقى فيه ترهلات كتيره جدا. وتالت خطر من مخاطر نزول الوزن السريع وهو لخبطه الهرمونات، وبيحصل فيها خلل، ومن اهمها للرجاله هو هرمون التستوستيرون او هرمون الذكوره. وبالنسبة طبعًا للبنات الناحية التانية، لمّا يمشوا على دايت قاسي أو يخسوا في الوزن بسرعة، بيحصل برضه لخبطة في الهرمونات ولخبطة في الدورة الشهرية، وخُد عندك بقى مشاكل في البشرة والشعر والضوافر، وده بيحصل برضه عند الرجالة، بس يمكن دي تفرق أكتر مع البنات. وهرمونات الغدة الدرقية نفسها بتاعة الحرق المسؤولة عن الحرق بتتأثر وبتقل، عامةً حرقك هيُقف. زي كده الجسم هيخش في حيطة سد، أنت قاعد تقلل أكل وقاعد تخسر وزن لحد مرحلة معينة جسمك خلاص هيبقى داخل في وضع اللي هو أنا في وضع مجاعة starvation mood، أنت مش بتديني أكل كفاية، فأنا هاحتفظ بقى بالطاقة بتاعتي مش هاحرق. فبرضه جسمك أذكى منك، الجسم أذكى حاجة ربنا خالقها، فلو نزلت في الوزن بسرعة وقللت أكل جامد فحرفيًا جسمك كأنه دخل في وضع توفير الطاقة بجد. ورابع خطر معانا وهو فقدان عناصر غذائية وفيتامينات مهمة جدًا للجسم. بيحصل نقص في الحديد اللي بيؤدي إلى الأنيميا وتعب مستمر، ونقص في الزنك بيؤدي إلى تساقط الشعر وضعف في المناعة، ونقص الكالسيوم وفيتامين دي بيعمل ضعف في العظام ومشاكل في الأسنان، ونقص البوتاسيوم والمغنيسيوم بيعمل تشنجات عضلية واضطراب ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب. وخامس حاجة بقى من ضمن أخطار نزول الوزن بسرعة وهي حاجة اسمها اليويو إفكت. يعني إيه؟ بعد الدايت القاسي اللي انت بتعمله او نزول الوزن السريع، جسمك ممكن يتأقلم على الوضع اللي انت وصلت له، زي ما قلنا من شويه ممكن حرقك يقل جدا. فايه اللي يحصل بعد كده؟ يا اما انت هتزهق وترجع تاكل تاني طبيعي زي اي حد، وساعتها يحصل بقى اليو افكت ده، ان انت كل الوزن اللي انت نزلته ده ممكن يرجع تاني، ممكن يرجع اقوى كمان، وممكن ترجع بشراهه اكبر للاكل عن الاول.
وده للأسف بيخلّي ناس كتير تخش في دوّامة مش بتخلص، ودي بنشوفها كتير جدًا، ناس كتير أعرفها تبقى في الدوّامة دي للأسف، إن هم ييجوا مرّة واحدة يمشوا على diet قاسي جامد، يخسّوا ويرجعوا ياكلوا تاني جامد، ويرجعوا تاني وزنهم يزيد، طبعًا ده بيعمل مشاكل كبيرة جدًا، وبيخلّي الشخص نفسه يحبط من موضوع فكرة الdiet والتمرين، إن هو أصلًا مشي غلط، وممكن يلجأ لحاجات تاني مضرة جدًا، زي موضوع عمليات التكميم والحقن اللي بنسمع عنها التفتيت اللي بتبهدل الدنيا دي، فكلّه بيبدأ إن أنت بدأت غلط، لو بدأت صح ما كانش ده هيحصل. فصدّقني عمر ما كان الحلول السريعة هي الحل، لو الطريقة السريعة هي الحل كان كلّه عمل كده، ما كانش حد غلب، لكن ما فيش حبّاية سحرية، ما فيش كبسولة سحرية، ما فيش عملية سحرية تعملها تحوّلك، للأسف ما فيش، فما تفكّرش وتقعد تحسبها يمين شمال إيه أسهل طريقة وإيه أسرع طريقة، صدّقني عمرها ما تيجي كده، عن تجربة سنين مع ناس كتيرة جدًا، اللي كان تخين عاوز يخس، اللي كان رفيع عاوز يزيد واللي، ما فيش حاجة تيجي جنب الدايت المنتظم، ويا سلام بقى لو في تمرين وكارديو، تبقى ضبطت الدنيا. وتعالَ بقى أصدمك عن المعدل الطبيعي لنزول الوزن اللي ممكن تكون ما سمعتش عنه قبل كده. كل الدراسات والأبحاث الطبية أو المتعارف عليه في الطب عامةً عند نزول الوزن الصحي بيبقى نُص كيلو لكيلو في الأسبوع، بس شُفت؟ ده الطبيعي، ده الصحي، يعني تقريبًا من 2 كيلو ل4 كيلو بس في الشهر كله تخسّهم. حتّة بقى عاوز أخس 20 كيلو، 30 كيلو في الشهر دي، انسى الأرقام دي، الكلام ده مش صح، الأرقام الغريبة اللي بنسمعها دي مش صح، غير في حالات استثنائية قليلة أوي يكون مثلًا حد وزنه زيادة جدًا لو بدأ يضبّط دايت وينزل يتمرّن، ممكن في الأول يخس بمعدل أسرع شوية، لإن بيبقى في مَيّة زيادة بتنزل، لكن بعد فترة ممكن يرجع تاني يخس بالمعدل الطبيعي عادي جدًا. وبس كده، دي كانت حلقة النهارده، أتمنى تكونوا استفدتوا، ولو عندكم أي سؤال في أي موضوع يخص الطب، التغذية، التمرين، المكملات، اكتبوا لنا في الكومنتس تحت وإن شاء الله نجهّزه ونرد عليكم على طول. وما تنساش get fit with Dr. Fit. استنوا الحلقات الجاية.